هنعمل النهارده صينيه مسقعه ولكن باللحمه المفرومه والبشاميل. تعالوا نشوف بقى الخطوات بتاعتنا قد ايه بسيطه، وكمان طعم الوصفه يجنن. اول حاجه معانا بتنجان. انا هنا عندي بتنجانيه كبيره واحده بس، وعندي فلفل حار، معايا بصلايه صغيره، وعندي فصين توم، ومعايا طماطم عشان هنعمل عصير طماطم فريش، ومعايا معلقه كبيره صلصه جاهزه اللي هي المعلبه. لو برضو مش موجوده ممكن تكتفي بالصلصه الفريش. وعندي اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، لاني انا مش عامله كميه كبيره، ولكن عامله صينيه صغيره. انتي ممكن تزودي الكميه لو عدد افراد الاسره عندك اكتر. وطبعا احنا هنعمل في الوصفه دي بشاميل، فمعايا معلقتين زبده كبار، وعندي معلقتين دقيق، والتوابل عندنا معلقه ملح كبيره ومعلقه فلفل اسود كبيره، لان انا هستخدم معلقه الملح ومعلقه الفلفل هستخدمها في الصلصه، وهستخدمها في اللحمه المفرومه، وهستخدمها في البشاميل. واخر حاجه عندي نص كيلو حليب. كل المكونات ونجهزها ونبدا وصفتنا. اول حاجه قطعت البتنجان شرائح. يلا بقى علشان نشوف، علشان ما يشربش معانا زيت هنجيب طبق غويط ونحط فيه معلقتين ملح كبار، ونحط عليهم كوبايتين ميه، هناخد زي ما انتوا شايفين كده بالملح، وبعدين ينزل في الزيت. وبكده نكون خلصنا البتنجان والفلفل قلية. يلا بينا نبدأ الخطوة اللي بعد كده. تاني خطوة هي اللحمة المفرومة. هناخد اول حاجة من باقي الزيت اللي كنا عاملين بيه قلينا فيه البتنجان، هناخد شوية كده، ونبدأ ننزل بالبصل اللي قطعناه، البصلة والثوم. بسم الله. وهنشوح البصلة والثومة، وبعدين ننزل باللحمة المفرومة ونقلب. وبعدين بعد ما اللحمة خلاص اتعصجت هنبدأ ننزل بالتوابل، معلقة فلفل اسود ومعلقة الملح، ونقلب. وبعدين ننزل بصلصة الطماطم. بسم الله. واخر حاجة بننزل بيها هي معلقة صلصة الطماطم الجاهزة. كده مش عايزينها تتسبك كتير، بس هنسيبها تتقل، الصلصة تتقل شوية. اخر بقى خطوة وهي البشاميل. هنجيب حلة ونحط فيها معلقة زيت علشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، وننزل بالزبدة. بسم الله. وبعدين هننزل بمعلقتين الدقيق ونقلب نقلب. هنبدأ ننزل بالحليب. بسم الله. ونقلب، بس طبعا هنشيل الحلة من على النار، او نفصل النار علشان هنقلب على البارد كده. كل حاجة هي دابت مع الحليب. هنبدأ نرجع تاني نفتح النار، وطبعا نفضل النار بتاعتنا هادية خالص، ونقلب لحد ما نلاقي الخليط اللي معانا ده او البشاميل بدأ يتقل. بصوا بدأ يتقل ازاي. احنا طبعا تقيل اعمل ازاي، انا عايزاه التقل ده. هنبدأ نقفل كده، هنقفل النار، ونبدأ ننزل بقى بربع معلقة فلفل اسود، وزيها ربع معلقة ملح، وهنقلب. وكده البشاميل خلاص طفينا عليه، وبقى البشاميل بتاعنا جاهز.
يلا بقى نشوف صلصة الطماطم واللحمة المفرومة. بعد ما وصلت للمرحلة دي هنبدأ نرص البتنجان. بسم الله كده. احنا برضو هنشيل الصينية من على النار. واخر حاجة هنبدأ نعملها هي البشاميل. هنبدأ ننزل كده بالبشاميل. بسم الله. كده بمنتهى السهولة. الفرن وانتي بتعملي اخر مرحلة دي بتكوني فاتحة الفرن قبلها ب5 دقايق او 10 دقايق، عشان احنا عايزين الفرن يبقى سخن. ونبدأ نفتح الفرن 10 دقايق وندي بقى الشواية كده من فوق اخر 5 دقايق. كده خلاص جاهزة عندنا الصينية. هنبدأ ندخلها الفرن. وبكده تكون خلصت وصفتنا. بصوا شكلها يجنن. احنا بقى كده ايه، هنسيبها تبرد بس كده 10 دقايق ونبدأ ان احنا نغرفها مع بعض. هنغرفها بقى. بسم الله. طبعا بيتقدم جنبيها عيش. بصوا بقى حاجة كده خطيرة. بعد ما بردت بصوا بقى تبقى القطعة بتاعتها متماسكة ازاي اهي. حبيت برضه اوريها لكم بعد ما بتبرد تبقى متماسكة ازاي. البشاميل اللي بيبقى عامل طبقة كده من فوق بيبقى شكلها وطعمها كمان حلو جدا. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناة يعمل لي سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.